هفرجك على حجر تحفة، هو حجر الملكات، مش حجر الملكات وبس، وحجر الملوك كمان. لما عملنا فيديوهات من متاحفنا العظيمة المليئة بالكنوز، متحف المجوهرات الملكية والمتحف المصري الكبير، لقينا اللابس لازولي. صحيح هو حجر أفغاني، لكن أكتر استخدام له كان في مصر، في الأسرة العلوية لملكات مصر، وعند المصري القديم في مجوهرات الملك توت عنخ آمون. اللابس لازولي على قطعة من إنتاج سرايا عابدين، يدوي صرف، ترك يدوي رباسيه. هنعرفه ازاي؟ وده احد الفنون المصرية، انه مش سبك، هنلاقي الترك باين من جوه، وطبعا عليها لوجو سرايا عابدين، فضة عيار 925. الوزن اتقل المرة دي 55 جرام، برسلة تحفة يليق بيكي حرفيا، لأنه متوج بحجر الملكات ولازم تكوني ملكة شبههم. وكمان قطعة يدوي ليميتد اديشن، إصدار محدود، هنصدر منه 10 قطع فقط، منهم القطعة اللي كانت بحجر الفيروز، والقطعة دي الأولى بحجر اللابس لازولي. ضمان سرايا عابدين على الفضة والأحجار، قطعة حرفيا تحفة تستحقك انت. أشوفك على خير.